5 ممثلين و5 ممثلات ينفعوا جدًا إن هم يعملوا أفلام أو مسلسلات رومانسية. أول واحد ومش عايزاكم تتخانقوا معايا بس أنا باحبه جدًا، هو لوحده عينيه كده تحسّوا إن هو رومانسي، يعني هو بيتكلم عادي في أي لقاء في أي حتة تحسّوا إن عينيه يعني رومانسي، رومانسي يا جماعة. واحد هو هاني سلامة، مش عارفة هو مختفي فين ومش عارفة ليه ما بيعملش أفلام رومانسية زي زمان، بس بجد انا بحبه جدا في الحتة دي، في الحتة بتاعت الدور الجان الرومانسي. بحس ان هو لو له كده حاجة نظيفة حاجة بنت ناس بجد هيطلع لنا حاجة زي اللي احنا بنقعد نتفرج عليها في المسلسلات التركي والكلام ده. تاني واحد هو كريم عبد العزيز، انا بحبه جدا في اي دور بيعمله، لما بيمثل تراجيدي، لما بيمثل اكشن، لما بيمثل كوميدي، لما بيمثل رومانسي. بس انا بحس ان هو من الممثلين اللي لو اتكتب له دور رومانسي حلو هيبقى بجد تحفة. تالت واحد هو عمرو يوسف، انا من ساعة جراند اوتيل وانا كنت متخيلة ان هو هيكون جان من اللي بيمثلوا كده مسلسلات رومانسية، افلام رومانسية، بس بجد هو بعد عن الحتة دي وانا من ساعتها متضايقة جدا، فقولوا له بقى يرجع لنا الموضوع ده تاني. رابع واحد وبحس قوي ان هو هيليق في الحتة بتاعة الرومانتك كوميدي، يعني هيمثل حاجات رومانسية وفيها سنة كوميدي زي ما عمل في ميت وش، هو آسر ياسين. بجد نفسي يتكتب له كده ادوار لذيذه فيها رومانسيه وفيها ضحك، بجد هنتبسط كلنا. واخيرا واللي حبيته جدا في الرومانسي لما شفته في الهوى سلطان هو احمد داوود. انا حاسه ان هو بجد الفتره اللي جايه لو دخلوه اكتر في حته البطل الرومانسي دي، لان هو كيوت جدا، عينيه معبره قوي، في كده ضحك على وشه او ابتسامه كده مريحه جدا، فحاسه ان هو لو كتر من الادوار دي كلنا برضه هنتبسط. انا بقى عايزاكم تقولولي مين الناس اللي انتوا شايفين ان هم ممكن يمثلوا حاجات رومانسية وتكون لايقة عليهم جدا، اكتبولي في الكومنتات. وعايزاكم بقى تخمنولي الجزء بتاع الممثلات هيكون عن مين.